الرحمن الرحيم. بص كده، هنطلع الشريحة من جوه بكل سهولة إن شاء الله، ومن غير الراوتر ما يتفتح ولا يتفك. تابع معايا. ده راوتر من شركة اتصالات. المشكلة اللي فيه إنه الشريحة دخلت هنا بالخطأ وسكنت جوه بيت الشريحة، مش راضية تطلع. صاحب الراوتر راح للفرع قال له عايز أي فني يطلع الشريحة، ولكن على شرط إنه الراوتر ما يتفكش علشان الضمان بتاعه، لأنه لو اتفك كده خلاص قصته منتهية. هنطلع الشريحة من جوه بكل سهولة إن شاء الله، ومن غير الراوتر ما يتفتح ولا يتفك. تابع معايا. ادي الراوتر اهو، والشريحة جوه بيت الشريحة جوه خالص. طبعا هنجيب اول حاجة ورقة سكرينة زي دي، وهناخد منها حتة صغيرة نقصها بالشكل ده، نعمل لها بوز كده في الاخر بايه، بنفس الشكل ده. وهنحط هنا سنة لحام امير على القطعة اللي احنا قصيناها من ورقة السكرينة بالشكل ده. ده الراوتر زي ما انتم شايفين، والشريحه لو ركزنا هتلاقيها من جوه اهي باينه. ننزل ورقه السكرينه هنا بعيدا عن الاسنان بتاعه بيت الشريحه، وننتظر ثواني، وبعد كده نبدا بالراحه نسحب. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده زي ما انت شايف. ايه رايك؟ وادي الشريحه طلعت من الراوتر بكل سهوله وبساطه، وكمان من غير الراوتر ما يتفك. لو انت رايح تقول لي هتبوظ بيت الخط عشان الحامل امير، لا، احنا عارفين حاطين الورقه فين وداخله مكانها فين، وبعيد جدا عن اسنان بيت الشريحه. تحياتي ليك، بحبك في الله.